السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد زي ما انتم متعودين معايا. بصوا يا جماعة، النهاردة بقى البنات عايزين يخرجوا، فقلت اعمل غدا سريع كده زي ما انتم شايفين معايا. حمرت شوية سجق كده، وعملت شوية طحينة وعيش سياحي وشوية بطاطس محمرين وكوبايتين كده حاجة ساقعة اللي هي بالليمون دي، اللي هي بتبقى البيضة دي. بصراحة انا ما بحبهاش يا جماعة، بس الولاد عندي بيحبوها. فانا بصراحة بحب البيبسي، البرتقان، التفاح الاخضر، ما بحبش انا اللي هي بالليمون دي خالص. المهم انا عملت غدا سريع كده. طبعا زي ما انتوا عارفين معايا، انا الولاد عندي بيناموا متأخر يعني، فبيصحوا متأخر. فهم صحيوا من النوم تقريبا كده على زي الساعة 4 قبل العصر كده. فعملت لهم سندوتشات بسرعة واتغدينا، وكانت الساعة كده تقدروا تقولوا يعني 7 8 آخر النهار. طبعا يعني على المغرب كده يعني. فبدأت بقى ان انا البس والبسهم، وخدنا بعض كده ورحنا يا جماعة لصديقتي في راس البر. عايزه اقول لكم ان انا قريبه جدا منها، انا بركب مواصله واحده بس واكون في راس البر عندها. فروحنا كده قلنا نخرج نتمشى شويه. طبعا زي ما انتم عارفين مفيش حاجه يعني في راس البر غير يا اما على النيل او اللسان يا اما على البحر. فاحنا قلنا هنتمشى على النيل. فروحنا كده على النيل يا جماعة. بدأنا بقى ان احنا نتمشى شوية، الولاد يتمشوا شوية، يغيروا جو، نقعد شوية مع بعض نتكلم. مفيش يعني مفيش منفذ غير كده يا جماعة. يعني هنعمل ايه؟ بدل قعدتنا في البيت والدنيا حر، لا احنا خدنا بعض كده ونزلنا على النيل. بحب بصراحة جدا ان انا اقعد في اي مكان كده، يعني نقعد نتكلم فيه شوية، نشرب حاجة. بيبقى تغيير يعني، فاهميني؟ ف بحب قوي اروح راس البر، والاكتر يعني ان انا اروح راس البر اكتر من دمياط الجديدة. فقلت اخدكم معايا الفسحه البسيطه دي. نزلنا بقى قعدنا نتمشى. طبعا عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا في الجزء ده طبعا انا بصور لكم، وبعد كده بقى طبعا بفصل التصوير. ما بحبش بصراحه اصور كتير قوي في الشارع، يعني ببقى محرجه شويه. مش عشان حاجة، بس برضو يعني احنا في مكان عام وببقى عايزة اكتر الاوقات يعني ان انا اقضي وقت لطيف مع زمايلي. يعني احنا خارجين نقعد مع بعض وكده، مش كل الوقت هفضل اصور يعني. فبجيب لكم بس جزء بسيط كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى قعدنا بقى مع بعض، يعني اتكلمنا شوية. شربنا حاجة كده. ف عايزة بقى أرد على كام سؤال كده تسألي في الكومنت من المتابعات الأمارات اللي عندي. طبعا أنا بحب يعني أرحب بكل متابعة جديدة عندي في القناة. طبعا القناة يا جماعة بتزيد متابعين كل يوم، فاهلا وسهلا بكم في قناتي المتواضعه. اتمنى يا رب ان الفيديوهات تكون بتعجبكم، وان شاء الله باذن الله الايام الجايه يكون في فيديوهات احلى واحلى. احب بقى ان انا اجاوب على اسئلتكم. في واحده متابعه جميله كاتبالي تقول لي يعني حاولي ان بخصوص يعني الموضوع بتاع والدتي واخواتي والميراث وكلام من ده. بتقولي حاولي ان تشوفي حد يتكلم مع والدتك، شيخ وكده. عايزه اقول لكم ان انا شفت كل حاجه اكتر من ان انا رحت دار الافتاء في دمياط عندنا، الازهر، واتكلمت معاهم، واتكلمت مع حد من قرايبي وقلت لهم خدوها ودوها دار الافتاء. ولو قالوا كلام اللي هيقولوه انا هنفذه. طبعا انا سمعت منهم كله، يعني كان في 2 شيوخ هناك قالوا لي تمسكي بحقك، بما ان والدك كتب انت ليكي حاجة واختك ليها حاجة واختك ليها حاجة، خلاص ده حاجة مكتوبة، واتمسكي بحقك. فانا قلت بيني وبين نفسي والله لو كان قال لي رجعي الحاجة اللي والدك كتبها لك دي لوالدتك، انا ما كنت هتأخر وكنت هنزل من عنده اسجلها لها على طول. بس هو قال لي تمسكي بحقك زي اخواتك ما خدوا حقهم، انت كمان تاخدي حقك وتتمسكي بيه. فانا عملت زي ما هو قال لي. هي ما بتسمعش من حد للاسف يا جماعه. انا زي ما قلت لكم هي مش مظبوطه، مش متزنه نفسيا من بعد ما والدي توفى. عارفين انتوا اللي بيخبط هي بتخبط، يعني فاهميني ازاي؟ مش مش مدركه هي بتعمل ايه او بتتصرف ازاي. قلت لهم برضو يحاولوا ان هم يعرضوها على دكتور نفسي. مش هضحك عليكم لان هي تعبانه يعني، فاهميني؟ والوحده
وكده وبصراحة انا مش متقبلة اللي هي بتعمله خالص خالص، فانا بعيد تماما، ما بتكلمش معاها نهائي. زعلانة جدًا من اللي بيحصل، أكيد رد فعل طبيعي منّي إن أنا هازعل وهاخد موقف، ما باتكلمش معاها ولا مع اخواتي خالص، لإن أنا جرّبت أتكلم معاهم كذا مرّة مش قادرين يفهموا ولا يستوعبوا. اخواتي آخدين حقّهم وده حقنا مش عارفة إيه، وأنتِ بقى اتصرّفي مع ماما، يعني بُصّوا اتصرّفي منِّك ليها، هي عايزة منِّك أنتِ اتصرّفي معاها أنتِ، طَب ما تتدخّلوا، طَب ما تحلّوا، طب ما تيجوا نتصرّف، طب أنا ممكن أدّيها اللي هي عايزاه، بس تعالوا بقى إيه، نقسّم إحنا ال3 بقى مع بعض الجزء الباقي، ما دام هي محتاجة فلوس أو عايزة فلوس أو كده. لأ، هُم كل واحد فيهم يا جماعة بُصّوا متمسك بالحق اللي معاه، وأنتِ بقى وماما أنتم حُرّين مع بعض. فأنا طبعًا ما عجبنيش خالص الكلام، وقُلت أنا متمسكة بحقي زيّهم بالضبط، أنا لا أحسن منهم ولا هُم أحسن منّي. كان في برضه متابعة بتقول لي حاولي حد يعني من العيلة وكده. بُصّوا يا جماعة، كل العيلة اتكلمت معاها، كل العيلة قالوا لها إن أنتِ على غلط، ما ينفعش، وبناتِك وولادِك وحلّي الدنيا، لأ مش عايزة. كمان في متابعة جميلة بتقول لي ليه باباكِ ما كتبش؟ عايزة أقول لِك يا حبيبة قلبي، بابايا كتب ووثّق كل حاجة مكتوبة، عقود وبيع وكده، بس هي برضه للأسف مش متقبلة ده، لدرجة إن هي رفعت عليَّ زي ما قُلت لكم كده قضية علشان تلغي اللي اتكتب، فاهمينّي؟ فوالدي قبل ما يتوفى ب8 سنين يا جماعة، أول ما تعب، طبعًا أنا كنت قُلت لكم قبل كده إن أنا والدي قعد 6 سنين في الفراش ما بيتحركش، يعني عنده عجز ما بيمشيش، كان عامل عملية وعِجز بعدها. بعد ما والدي تعب وعمل العملية، قرر إن هو يقسّم كل حاجته، سواء بقى دي هبة منه أو هبة من والدتي، أو هُم قرروا إن هُم يقسّموا في حياة عينهم، لإن إحنا 3 بنات فاهمينّي إزاي، وليّا عمام وليّا اخوال وكده، فهُم قرروا إن فلوسهم دي لبناتهم. فهو اتفق مع والدتي أنتِ ليكِ باسمِك وأنا ليّا باسمي، بس إحنا هنقسّمهم على البنات في حياة عيننا. وده فعلا يا جماعة اللي حصل. زي ما قلت لكم احنا 3 بنات، كل بنت بقى ليها حاجة باسمها. ووالدتي كانت موافقة، وكل حاجة اتكتبت قبل ما والدي يموت ب8 سنين. وبعد ما والدي توفى كل حاجة بدأت تتغير. والدتي لا أنا عايزة فلوس، لا أنا عايزة حاجتي تاني. طيب رجعولي الحاجة اللي باسمي وخدوا انتوا حاجة أبوكم. فطبعا المشكلة في حاجة يا جماعة، ان كل حاجة اتكتبت خلاص. يعني المشكلة بقى في ايه دلوقتي؟ ان انا اخواتي كل واحدة متمسكة باللي معاها. وحاولت ان انا اتكلم معاهم، انا طبعا انا الكبيرة، فقلت لهم دلوقتي ماما عايزة حاجتها ترجع لها تاني، طب تعالوا نقسم بقى احنا ال3 حاجة بابا ونديها حاجتها، انا مش عندي مشكلة. هم قالوا لا. اختي اللي هي لسه ما اتجوزتش دي قالت لي لا، انا ما مش هدي حاجتي لحد، وانا بابا توفى وكتب لي الحاجة دي وخلاص كده ومليش دعوة. فانا طب انا دلوقتي يا جماعة هرجع لوالدتي الحاجة اللي هي مثلا من فلوس شغلها او تعبها او اي مكان. طيب تمام ماشي، انا بقى فين حقي في ابويا بقى؟ ما هو ابويا كتب كل حاجة لاختي، يعني اللي والدي فلوسه كلها كتبها لاختي اللي هي اللي لسه ما اتجوزتش دي وعايشة في الشقة بتاعتنا. وهي دي ميراثها، فاهميني ازاي؟ او ده الهبة اللي بابا وهبها لها بناء على ايه؟ بناء ان احنا بكل بنت ليها الحاجة بتاعتها زيها بالظبط، بس باختلاف الاسعار، يعني فاهميني ازاي؟ احنا اخدين زي بعض، بس كل واحدة ليها سعر بقى حسب نصيبها زي ما قلت لكم قبل كده. فطبعا انا لقيت نفسي ان انا ضايعة في الوسط، يعني انا لا خدت حقي في ابويا ولا عارفة اخد حقي. ووالدتي المشكلة كمان ان هي اديني حاجتي ومليش دعوة. طب انا فين حقي؟ انت دلوقتي المفروض ان انت تمسكي بناتك، ولا اختكم ليها حق وانتوا تقسموا على بعض، وانت كذا عشان اختك ترجع لي حقي. بتلوميني انا ليه؟ بتلوميني انا ليه؟ لومي اختي
اللي حطت ايدها على حاجة ابوها ومش عايزة تدي لحد حاجة. طب هو ده ما يرضيش ربنا. فده كان وجه الاعتراض بتاعي يا جماعة. قلت لهم لو انتوا عايزين تغيروا الاسم من اول وجديد تمام، نقعد مع بعض ونتفق وكل حاجة تتغير، بس انا اخد حقي بما يرضي الله. لا يا جماعة مش عايزين، كل واحدة متمسكة باللي ليها، وانت بقى اخبطي دماغك في الحيطة. فبقت المشكلة بقى شخصية بيني وبين امي، هي عايزة حاجتها مني وانا اختي اخدت حقي وحق اختها في ابوها، ومش قابلة بغير كده. ووالدتي معاها، والدتي يعني بصوا معاها قلبا وقالبا. بعدين تبقى تديكوا بعدين ازاي؟ مفيش حاجة اسمها بعدين، مفيش حاجة اسمها بعدين. احنا مادام هنغير كل حاجة يبقى دلوقتي. زي ما انت عايزة تاخدي حقك اديني كمان انا حقي، انا واختي التانية، ما احنا لينا برضو حقوق. لا هي شايفة لا. بصوا يا جماعة، بصوا هو غلط من البداية. بس الغلط مش عليا وعلى اخواتي، الغلط من الاساس. يعني اذا كان انا ابويا ما كانش يعرف اي حاجة، يعني انا بسمع ان هو حرام اللي حصل، وكان لازم الورث يتقسم شرعا ما بين بقى عمامي وما بيننا وكده. بس انا والدي اصل هي يعني حاجة تافهة جدا يا جماعة، فاهميني؟ يعني لو اتقسمت يعني، واصلا عمامي قالوا احنا مش عايزين منكم حاجة، فوالدي قال خلاص انا هكتب بقى لولادي. عمل الموضوع دوت، ومش يعني ما كانش يعرف اللي هيحصل ده كله واللي احنا هنوصل له، وان والدتي هترجع في كلامها بسبب ايه ما اعرفش والله يا جماعة، بسبب ايه انا مش عارفة. هي كانت متفقة جدا، سمعتوا كلمة متفقة دي؟ كانت متفق يعني موافقة جدا جدا. معلش يا جماعة بدأت أتلعثم في الكلام، سامحوني. كانت موافقة جدا جدا، وبابا عايش وتمام ماشي، ونكتب للولاد واحنا ايه، وكل اللي لينا لولادنا. اتغيرت تماما بعد ما بابا توفى. لا حاجتي وعايزة حاجتي، مش عارفة. زي ما قلت لكم انا حاسة ان هي مش طبيعية، يعني حاسة انها مش طبيعية خالص. فهو ده كل الموضوع، وهي دي كل المشكلة يا جماعة. ودلوقتي المشكلة ما بيني وما بينها وصلت للقضاء. هي للأسف رفعت عليا قضية وتحدد جلسة، والمفروض ان انا بقى اوقف محامي علشان ادافع عن حقي، اللي هم مش عايزين يدهولي. اللي انا لاحظته يا جماعة ان هم عايزين ياخدوا مني حقي، ان هو خلاص رجعي حاجة امك وانت بقى ورثك سامحي فيه بقى، ولا بعدين بقى بعدين. مش عارفة، انا مش عارفة ليه الانانية دي، مش عارفة بجد. انا بدأت اكتشف حاليا دلوقتي اخواتي، شفت منهم وش في حياتي ما شفتوش خالص. اول مرة اتعامل معهم في فلوس، ورث بقى وفلوس وانتوا خدتوا حقكم. لا وكمان ايه، اختي بقى بتقولي اختي بتقولي انت عايزة تاخدي مني اللي بابا كتبهولي وتظلميني. اختي اللي بتقولي تظلميني، ما بصيتش ان انا ليا حق برضو وماما عايزة تاخده و... 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 واحنا لينا حق زينا زيك. لا هي بابا كتب لي وبابا توفى ودي حاجتي، وانا مش هدي لحد حاجة ومليش دعوة. مين فينا يا جماعة الغلطان؟ مين فينا اللي عمل الغلط والحرام؟ وانا طبعا مش شيخة ومش هفتي، بس انا سألت في دار الافتاء عندنا في الازهر الشريف. قال لي زيك زي اخواتك بالظبط، زي ما اخواتك خدوا من حقك انك تاخدي، تمسكي بحقك، متتنازليش عن حاجة الا اذا بقى بالتراضي وادوكي حقك زيك زيهم. ساعتها تقدري تتهاوني شوية. ده الشيوخ وهم اللي قالوا لي كده. فانا بعمل كده يا جماعة زي ما اتقال لي بالظبط، زي ما سألت في الدين وزي ما فهمت وزي ما عرفت. وكل اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بحاول ان انا احافظ على حقي واخد حقي. من مين؟ من اهلي اللي هم بيظلموني بايديهم. اما بقى حكاية الاهل بقى وامي واخواتي، بجد يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان انا مش قادرة حتى ان انا اتكلم مع حد فيهم، لان مفيش خلاص كلام. يعني هما اختاروا الدنيا والمال
ما فكروش فيا خالص ان دي اختنا واختنا نديها حقها، واختنا كده هتزعل، ولو زعلت ممكن تقاطعنا ويحصل قطع صلة رحم. لا 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 لا، ما بيفكروش خالص. اهم حاجة المصلحة، واهم حاجة الفلوس اللي تحت ايد كل واحدة فيهم، ويلا نفسي، فاهميني ازاي؟ فربنا يصلح الاحوال ويهدي كل عاصي، وربنا ينور بصيرتهم يا رب الحق. ومش هدعي اقول غير فوضت امري الى الله، وحسبي الله ونعم الوكيل. وكلت امري لله. والله العظيم يا جماعة، سواء انا ربنا كرمني وقدرت ان انا اخد حقي ده، او ما قدرتش ان انا اخده، والقضاء ما نصفنيش، مش هزعل، لان انا وكلت امري لله اللي هو قاضي الارض والسماء. فدي عندي بالدنيا كلها، وعارفة وواثقة ومتأكدة ان ربنا ان شاء الله بإذن الله هيعوضني خير بإذن الله. وطبعا يا جماعة مش عايزة اطول عليكم في الكلام اكتر من كده، بس طبعا ده كل الموضوع. هنا بقى طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو، لما كنت بتكلم معاكم كنا بنتعشى بالليل بقى، جبنة بوريك اللي هو الحادق والحلو، طبعا بالجبنة الرومي وطبعا زي ما انتم شايفين انا ولادي ما بيحبوش بالسكر، فبياكلوا الحادق اللي هو بالرومي. وانا طبعا زي ما انتم عارفين بحب السكر والمهلبية والمكسرات وكده. فقعدنا بقى نتعشى، وحاجة ساقعة وبطاطس محمرة وكده يعني. وده الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا ولو بأي معلومة بسيطة. اشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله في يوم جديد وفيديو جديد، ومع الف سلامة.